بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام، اعلموا أن الصدقة هي من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولو بشق تمرة. ونحن اليوم بقطاع غزة إلى أمس الحاجة إلى هذه الصدقة بسبب الجوع والحصار الذي فرض علينا، وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قمنا بتكيتنا لهذا اليوم الاثنين 26 مايو تلت قدور بازيلا إلى أهالينا النازحين المشردين في مخيم أمواج. وهذا التبرع الكريم السخي مقدم من فاعلين خير من فريق أمة واحدة، أكرمهم وأعزهم الله وتقبل منهم وجزاهم عنا خير الجزاء. يغرس خيرا يبقي أثرا ينشر في الأرجاء العبقا، معطاء لا يرجو إلا مولاه، فمن أخلص رزقا. لا يدخل في النية أبدا من أبحر في النية غرقا، فاعمل خيرا تلقى أجرا واجعل روحك دوما أنقى. لا تسقي الناس سوى خير فكما تسقي فغدا تسقى. لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع، معروفك يبقى. شرا تلقى هل أخطأ فيها من نطقا، خيرا تعمل أجرا تلقى من أعطى. لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع، معروفك يبقى. يدفع سوءا يجلب رزقا وبه عند الله ستلقى. إن تطلب ما عند الله ستلاقيه أجل وأبقى، والله سيكرمك بفضل وعطاء من ربي تلقى. لا تسقي الناس سوى خير فكما تسقي فغدا تسقى. لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع، معروفك يبقى. شرا تلقى هل أخطأ فيها تعمل أجرا تلقى. نشكر فريق أمة واحدة بأنهم لبوا النداء إلى المخيم مخيم أمواج، ونتمنى منهم مزيد من هذه التكيات ومزيد من المساعدات لهذا المخيم المتواضع. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. عن دنيا إن ترحل يوما ذكرك بالخيرات سيبقى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. احنا هان في مخيم أمواج إن ما يقارب عام كامل مهمش، يتواجد هنا من 150 ل 200 أسرة يتواجد في المخيم على شاطئ البحر. نحتاج هنا اللي هو تكية، نحتاج ماء، نحتاج كل شيء في المخيم مهمش. ونشكر الداعمين فريق أمة واحدة لتلبية احتياجات الناس، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. للأمانة يعني سديتوا فراغ، طعمتوا الناس في ظل انه ما فيش اكل ولا في طحين ولا في شرب ولا في ماء، واحنا على شاطئ البحر منطقة مهمشة. نرجو منكم الاستدامة في هذا الموضوع واطعام الناس المساكين والمحتاجين، وبارك الله فيكم ويعطيكم الف عافية.